اهلا بيكم في اكسا فاميلي ستوديو. المره دي احنا في اسكندريه، وهنقعد النهارده مع ابهات وامهات ونعرف ازاي بيفكروا ويخططوا لمستقبل اولادهم. يلا بينا. طيب ايه الحاجه الواحد المفروض يستثمر فيها لقدام؟ ابنه. نفسك ابنك يخش كليه ايه؟ مش الحاجه اللي هو عايزها. حابه ان هو يخش اكاديميه بحريه. هو عايز يبقى لعيب كوره. هو قرر انا مش عاوز كليه يا ماما. لا مش الدرجه دي. لا هم يخشوا اللي هم هيبقوا حاسين ان هم هيدوا فيه. نفسك يدرس بره مصر ولا في مصر؟ لا في مصر. لو نقدر هنطلع. لا ماشي مصر تمام. انت نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ زمان كنت عايزه اطلع كوره بس ما نجحتش فيها قوي فدخلت الهاندبول. طب هل محتاجه تامني حياه اولادك للجواز ولا تخليهم هم يتصرفوا؟ لا لازم. طب بتخططي لمستقبل ابنك بعد التخرج ولا قبل؟ كتير. هل بتفكر في الموضوع ده دلوقتي وان انت تدخر او تعمل برامج ادخار مثلا؟ تمام، يعني لو في حاجه مناسبه انا ما عنديش مشاكل فيها، لو حاجه هتفيده اكيد. طب وادم ايه الحاجه اللي كان طول عمرك نفسك تعملها بس اهلك بيقولوا لك لا؟ اشرب برايم. وبكده خلصنا اول سيزون من اكسا فاميلي ستوديو. عرفنا فيه خطط وافكار لعائلات عشان مستقبل اولادهم. استنونا في سيزون 2 في أماكن تانية قريب. مع رجوع المدارس بنفكرك تأمن مستقبل ولادك من دلوقتي، وكمان هتكسب فاوتشر من طلبات عشان نساعدك في طلبات المدارس. أمن مستقبلك ومستقبل عيلتك وحوش على مدار 10 سنين أو أكتر مع خطط الحماية والادخار من أكسا، لأن خطتك خطتنا. أكسا أنت قدها.